الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد مع المشجع الهلالي، واللي دلوقتي عزيزي المشجع الهلالي انا هتكلم فيه معاك عن اهم واخر اخبار نادي الهلال. بس كالعادة حابين ان احنا نصلي على النبي ونقول عليه افضل الصلاة والسلام، وفضلا ليس امرا دعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناة فانا بدعوك للاشتراك فيها. ودلوقتي وعلى بركة الله خلينا نبتدي في اخر اخبار نادي الهلال. واول خبر معايا يا شباب وهو مالكوم يشارك في تدريبات نادي الهلال الجماعية بعد تعافيه من الشد العضلي الذي تعرض له في لقاء أبها، واللاعب جاهز للقاء الفيحاء. طيب يعني ده خبر كويس يا شباب ان اللاعب جاهز للقاء الفيحاء، واللاعب لعب اول مباراة مع نادي الهلال واحرز 3 اهداف في بطولة الدوري، فاللاعب نتمنى له التوفيق ويكون من هدافين الدوري هذا الموسم مع نادي الهلال. طيب تعال بقى نشوف الخبر الثاني يا شباب وهو أعلن نادي الهلال عن غياب المدافع السنغالي كاليدو كولوبالي لمدة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع بسبب معاناته من الإصابة بتمزق في عضلة الفخذ. طيب شوف يا شباب، يعني اللاعب نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله، ونادي الهلال مش في احتياج لإصابات تاني زي الموسم اللي فات. كفاية الموسم اللي فات نادي الهلال عانى من كثرة الإصابات وكثرة الغيابات، وخسر بطولات كتيرة نادي الهلال بسبب الإصابات، فبنتمنى من ربنا إن شاء الله هذا الموسم ما يكونش فيه إصابات كتيرة لنادي الهلال. طيب تعال بقى نشوف الخبر الثالث يا شباب وهو اقترب نادي الهلال من الإعلان عن التعاقد مع اللاعب المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية الإسباني، وأنهى نادي الهلال كافة الإجراءات الخاصة بضم اللاعب والإعلان الرسمي خلال ساعة القادمة إن شاء الله. طيب شوف يا شباب، أنا يعني شبه رسميا نادي الهلال خلاص تعاقد مع ياسين بونو والموضوع بقى أصبح رسمي. طيب أنا كنت اتكلمت قبل كده وقلت إن نادي الهلال يعني مش محتاج لحراس مرمى. قلنا قبل كده نادي الهلال هل محتاج حراسة مرمى ولا مش محتاج حراسة مرمى؟ فأنا قلت إن نادي الهلال مش محتاج حراسة مرمى، وفعلا نادي الهلال مش محتاج لحراسة مرمى. نادي الهلال عنده 4 حراس، والأربع حراس يعني على أعلى مستوى، ومن ضمنهم الحارس الدولي حارس المنتخب السعودي الأول محمد العويس، فأنت مش محتاج لحراسة مرمى. طيب تعالى بقى كده نتكلم مع بعض يا شباب. شوف يا شباب، يعني كده نادي الهلال تعاقد مع 5 لاعبين، وياسين بونو هتكون الصفقة السادسة لنادي الهلال. كمان نادي الهلال محتاج ان هو يتعاقد مع صفقتين، وفعلا قرب يتعاقد مع لاعب رأس حربة ولاعب ظهير ايسر. يبقى انت كده لو نادي الهلال اتم الصفقتين التانيين دول، يبقى كده نادي الهلال محتاج ان هو يمشي لاعبين تاني من نادي الهلال من اللاعيبه الاجانب. كده ممكن نادي الهلال يمشي الكوري جانج هيونسو ويمشي ميشائيل دلجادو، دول اللاعبين الاجانب القدامى اللي موجودين في نادي الهلال. يبقى كده نادي الهلال هيضطر ان هو يمشي ميشائيل دلجادو والكوري جانج هيونسو، وانا بتمنى من اداره نادي الهلال ان هي تبقي على ميشائيل دلجادو. ميشائيل دلجادو لعيب مهم جدا جدا في الفريق، وصعب ان انت تلاقي لعيب بنفس الخامه دهيت. ميشائيل دلجادو صعب يعني ان انت تلاقي لعيب زيه، فبنتمنى من اداره نادي الهلال ان هي تبقي على ميشائيل دلجادو. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الرابع يا شباب وهو يسعى مسؤولي نادي الاتحاد في الاستغناء عن خدمات البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الفريق، كما تسعى اداره نادي الاتحاد في الحصول على خدمات الحارس الدولي محمد العويس حارس مرمى نادي الهلال. وفي حال اتمام التعاقد مع العويس سيتم الاستغناء عن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي. طيب شوف يا شباب، يعني محمد العويس الفترة اللي فاتت دهيت كلنا سمعنا ان هو عايز يمشي من نادي الهلال لان الادارة متجهة الى التعاقد مع ياسين بونو. ففي الحالة دي اللاعب يعني بصراحة مش هنقدر نتكلم عليه اي كلمة. ليه؟ هيكون عنده حق ان هو اللاعب مش هيقدر ينافس يعني ياسين بونو والحارس عبد الله المعيوف. اللاعب كده محمد العويس هيكون الحارس الثالث لنادي الهلال، فالمنافسة هتكون ما بين عبد الله المعيوف وهتكون بين ياسين بونو، فاصبح محمد العويس الحارس هيكون الحارس الثالث، وصعب جدا ان هو يشارك مع نادي الهلال. فاللاعب يعني عاوز يرحل من نادي الهلال، وفي حاله رحيله من نادي الهلال نتمنى له التوفيق مع اي نادي يلعب ليه ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف الخبر الخامس يا شباب وهو كشفت تقارير صحفيه ان نادي الهلال سيوافق على رحيل اللاعب ميشائيل دلجادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفي حال وصول عرض قوي سيتم بيع اللاعب. طيب شوف يا شباب، يعني أنا كنت لسه دلوقتي بتكلم بقول
اتمنى من اداره نادي الهلال ان هي تبقي على اللاعب وما تمشوش. ميشائيل دلجادو لاعب مهم في الفريق، لاعب مهاري بيصنع الفرق معاك، صعب ان انت تمشي لاعب بهذه الجوده، والله مش هتلاقي لاعب زي كده تاني. فبنتمنى من اداره نادي الهلال ان هي تبقي على ميشائيل دلجادو مع الفريق هذا الموسم. وبكده يا شباب يعني اكون انا خلصت معاكم اخباري عن نادي الهلال، وبتمنى منك لو لسه بتتابعني لغايه دلوقتي ان انت تدعمنا بزر اللايك، ولو مش مشترك في القناه فانا بدعوك للاشتراك فيها. ما يسعنيش غير ان انا اشكر حضراتكم. سلام.